عندك كوباية من المكرونة؟ تعالي يا ست الكل هوريكي أحلى حاجة ممكن تعمليها في البيت، العزيزية الدمياطي على أصولها. ازاي تطلع معاكي جميلة ومقرمشة كده ومن جوه، لا هي سايبة ولا هي جامدة قوي، هتلاقيها القطعة بقطعتها. أنا عايزة أقولك أنا بقطعها وهي سخنة، وزي ما انتوا شايفينها بسم الله ما شاء الله حاجة تفرح. الطعم حلو قوي وولادك هيطلبوها كتير وجوزك كمان هيتبسط منك. بص الجمال، امشي معايا على الخطوات هتطلع معاكي زي ما انتوا شايفينها كده. بس ما تبخليش عليا بلايك حلو وكومنت جميل زيكم، بتشرف بيكم بتتابعوني من انهي بلد. اول حاجه انا هسلق كوبايه من المكرونه في كوبايتين من الميه، ولازم تسلقيهم سلق جامد يعني لغايه لما يستووا حلو. تاني حاجه انا بجيب كوبايه من السكر بحطها في الخلاط، كوبايه من النشا، والكوبايه بتاعه المكرونه اللي استوت معايا وبردت طبعا بحطها برضو في الخلاط. بنزل عليهم بنص لتر من اللبن الساقع او الدافي، مش فارق كتير يعني بدرجة حرارة المطبخ العادية. ببدأ اضرب فيهم كده ضرب حلو خالص في الخلاط، وببدأ اصفيهم في مصفى تكون عيونها ضيقة خالص، يعني بنصفيها حلو قوي عشان نطلع اي تكتلات او اي شوايب عندي. وبعد ما بخلص المرحلة دي بضربها مرة كمان، يعني لو زادوا شوية بحط عليهم شوية لبن كمان وبضربهم مية كمان. فانتي المجمل كله بتاخدي مثلا كيلو الا ربع من اللبن، مش اكتر من كده في الكمية دي. بعد كده برفعهم على النار، بيبقى في ايدي على طول المضرب اللي هو اليدوي. بحط معلقتين من الزبدة، انا دي زبدة بلدي كانت عندي، لو عندك زبدة اللي هي الشركات حلوة قوي عادي براحتك خالص، مش عندك ممكن تضيفي معلقتين من السمنة البلدي. وبحط ظرفين من الفانيليا، بكون دهنة كمان الصينية بتاعتي اللي هي المقاس الوسط. اول ما بتتقل معايا ببدأ انزل فيها، بسيبها شوية لغاية لما تتشمع بالمنظر ده علشان تعملي القشرة اللي انتوا شايفينها دي، فلما تدخل الفرن تطلع القطعة بقطعتها. اول ما بتبرد معايا وتعمل القشرة دي بنزل عليها بمعلقة من السمنة البلدي ومعلقتين من عسل نحل. بدخل على طول في الفرن، بكون انا اساسا مسخناها قبل كده. بدخلها في الرف اللي في النص تشد حيلها من تحت، وبعدين بولع عليها الشوايه. ما بتاخدش معاكي ربع ساعه بتطلع بالجمال والحلاوه دي. سيبوها لما تبرد وابداوا قطعوا فيها. انا قطعتها سخنه علشان خاطر التصوير، بس انتوا سيبوها لما تبرد خالص، حطوها في التلاجة وابداوا قطعوها. عايزه اقول لكم تاني يوم بتبقى طعمها احلى من اول يوم كمان. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، اعملوا شير كتير للفيديو. القناة بتكبر بيكم، وانا بدعمكم ان شاء الله هقدم لكم وصفات كلها اقتصادية وحلوة وجميلة.